السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين يا رب وفي احسن حال. هنبدأ فيديو جديد مع بعض النهارده ان شاء الله. مش هطول عليكم، فيديو قصير شويه باذن الله باذن الله. ما تنسوش بس تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد او اي حاجه بنزلها. ولو عجبكم الفيديو دوسولي لايك ليه. يلا بينا نبدأ الفيديو على طول. النهارده ان شاء الله هوريكم شويه حاجات ادوات الميك اب انا جبتها كملت بيها على حاجات كانت عندي. يعني في حاجات كانت عندي اساسيات برضو، وجبت كملت عليها اساسيات تانية كانت ناقصوني. لان ان شاء الله باذن الله عندنا فرح قريب باذن الله. ادعوا لنا ربنا يكرمنا بالخير ولكم بالمثل، ويعدي اليوم ده على خير باذن الله. وعايزه كمان في حاجه يعني بعيدا عن اللي انا اشتري. يعني انا ما كنتش هشتري بصراحه، بس طبعا الناس بتاعه الميك اب ارتست بقت الاسعار اوفر شويه. يعني هو مش شويه قوي، بس انا حابه المره دي ان انا اعمل لنفسي. وكمان طلب بناء على طلب ماما واختي اخواتي الاتنين البنات، فقالوا لي عايزين برضو انتي اللي تعملي لنا. كمان انا كنت عامله الميك اب بتاع خطوبتي وكده، فيعني كان شويه حلو، كنت قريبه شويه كاني في حد بمكياجني. يعني كان كل اللي يسالني انت عامله عند اني ميك اب، مع ان انا اللي كنت عامله لنفسي. فقلت بقى ليه ما اعملش انا المره دي. هجيب الادوات وهخليها عندي، وكده كده هتنفعني. انا كده كده الحاجات دي ناقصاني واللي عندي اصلا انا بستعملهم. وانا خارجه وانا نازله بحط منهم، مش هيأثروا في حاجه. فيلا بينا اوريكم انا جبت ايه. وكمان طبعا انا عايزه اقول لكم ان انا اصلا ما كنتش هجيب كل ده والله. يعني انا كبيري قوي في الميك اب، حاجات بسيطه جدا. بس للاسف لما ماما واختي قالوا لنا خلي بالك والنبي ما تتسوحناش والكلام ده كله، يا اما نضطر نجيب حد من بره، فاعتمدوا عليا. فقلت لهم لا خلاص مش مشكله هعمل لكم. فاضطريت ان انا اجيب الاساسيات دي علشانهم قبل ما يكون ليا. يعني عشان خاطر يحضروا الفرح يظهروا كده بلوك كويس قبل ما يكون ليا انا اي حاجه. يعني انا همكش نفسي اخر حاجه خالص وهم الاول طبعا. وعايزه ان شاء الله لما اعمل لهم الميك اب هوريكم شكلهم هيبقى عامل ازاي، الميك اب بتاعي هيبقى عامل ازاي. يا رب يا رب يا رب يطلع كويس وما زنهم فيا يطلع في محله. يلا بينا نبدا على طول عشان ما نطولش الفيديو اكتر من كده. اول حاجه هنبدا بيها طبعا في الميك اب السواري، احنا عارفين اللي هي الجزء بتاع العين. تمام. فرسمه العين والاي شادو كل حاجه في العين بالظبط بتتعمل. يعني بصوا بحاجات كده عشان تطلع لوك العين يعني بسيط. ان شاء الله اللوك هعمله هيبقى بسيط وكويس جدا ومناسب ليهم، درجات حلوه قوي انا جايباها هتناسبهم قوي. اول حاجه بصوا انا عايزه اوريكم بس الفرشه. انا جبت دي الفرشة دي يا جماعة اهي، شايفين شكلها؟ هفتحها لكم دلوقتي. ديت جبتها لدمج الاي شادو. لازم شكلها يكون كده مدورة كده مكورة. يعني بصوا عاملة ازاي. انا بلفها، شايفين سمكها عامل ازاي. طبعا هنمشي بيها على الاي شادو وهتنفع جدا. ان هي دي انا بقالي فتره كبيره بتعلم ازاي يعني احط ميك اب سواري والكلام ده كله حاجات سيمبل وكده. فطبعا الفرشه دي لقيتها ان هي بتكون اساسيه في دمج الاي شادو ورسمه العين وكده. يعني في دمج الاي شادو فوق العين معروفه. فطبعا ديت اهي زي ما انتم شايفينها كده. تمام اهي. طبعا انا عندي فرش تانية للاي شادو او للعين خصوصا يعني. فكانوا عندي فقلت دي بس ما فيهمش الفرشة دي. بصوا عندي كذا فرشة. يعني انا كنت جايبة دي برضو، بس دي شكلها وسع عامل ازاي. الفرشة دي برضو بتاعت صاحبتي كانت قايله لي ان هي بتاعت الاشياء. طبعا انا ما كنتش بفهم حاجه، كنت واخده معايا واحده صاحبتي عشان اجيب الميك اب بتاع فرحي، فقالت لي الفرشه دي بتاع دمج الاي شادو. فلما قريت وبحثت وسمعت كتير فيديوهات لقيت ان الفرشه دي برضو مهمه. اللي انا جبتها دي الفرشه دي كانت عامله 10 جنيه. يعني انا جايباها لوحدها كده عامله 10 جنيه. ده طقم بقى انا كنت جايباه على بعضه. بصوا طقم كنت جايباه على بعضه كان ب25 جنيه، بس الكلام ده من سنه لما اتجوزت. الفرشة دي طبعا الهواية دي بتاعة البلاشر الهايليتر. معلش الفرشة دي شكلها باين مش محتاجة ان انا احط ايدي. دي بتاعة البلاشر
الفرشه دي بتاعه الهايلايتر، اللي هي الهايلايتر ده اللي بيدي اضاءه ولمعه للوجه في الاخر خالص، بتحطيه اخر حاجه خالص عشان يديكي لمعه للوجه وبتعوزي تنوري بيه الاماكن اللي انت عايزه تنوريها في وشك، زي مثلا الحته دي دقنك مثلا، الجبهه، هنا مثلا لو مناخيرك صغيره والكلام ده كله. تمام. بس كده. التلاتة دولت بقى، يعني في الصغننه خالص دي تنفع للعين. بصوا عشان مش قادره الخبطكم، الصغننه خالص دي تنفع للعين، يعني ممكن اساعد بيها في دمج الاي شادو مثلا، الجزء اللي تحت الحاجب ده على طول، او من قدام الجزء اللي من قدام، او الحته اللي تحت دي بعد، يعني ارسم بيها من تحت يعني، وكده يعني. تمام. في بقى التلاتة التانيين دولت، الاولانيه في بس هما عرض مختلفه، يعني كل واحده مقاس مختلف. بصوا دي عامله ازاي، دي ممكن احط بيها الكونسيلر او الفاونديشن افرده على وشي، ايا كان يعني مش هتفرق. ودي زيها برضو، يعني واحده هتبقى كده واحده هتبقى كده، برضو دي رفيعه قوي. بصوا دي سميكه شويه، هينفعوا ان شاء الله. هعمل لكم الفيديو هحاول اصوره لكم وانا بعمل لهم، بحيث الدنيا تبقى معايا حلوه، يعني ما ابقى بعرف، يعني اعرف اصور لكم يعني. معلش اعذروني بلقلق، مش عارفه ليه بلقلق، مش عارفه. بصوا انا كنت قبل ما اتجوز كنت جايبه طقم كده لونه بينك صغنن كده، كانت الفرش كلها بيبي كده صغيره خالص. فقلت طبعا لما اتجوزت سبتهم هناك عند ماما يعني، فاختي هي اللي بتستعمل منهم دلوقتي. الفرش كانت حجمها صغير جدا والشعر بتاعها مش كثيف وما فيش الكميه، يعني مش كل الفرش تقريبا اللي انا كنت محتاجاها، كانت عددها قليل 7 فرش تقريبا. فهي دي اللي انا خدتها منها، هي الفرشه دي اللي انا خدتها من الطقم وانا ماشيه. دي طبعا بتاعت اللي هي بتصلحي بيها حواجبك قبل ما ترسمي البودر، وبعد كده بتمشي بيها يعني. دي على طول نفعاني، دي حلوه قوي 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 بصراحه. بس طبعا انا ما استكفتش بيها يعني. احنا طبعا عارفين ان بودر الحواجب، بصوا البودر اهو عندي بودر الحواجب، كنت جايبه دي، هي طبعا قديمه شويه معلش، بس دي من الحاجات القديمه. بصوا الفرشه بتاعتها عامله ازاي اهي، الفرشه بتاعتها اهي صغنونه خالص. فانا طبعا شفت ان يعني مش هبقى مرتاحه وانا ببقى برسم لحد، لو برسم ليا ماشي مفيش مشكله، انما لو برسم لحد بعمل له بودر في الحواجب وكده هحتاج فرشه. بصراحه جبت برضو طقم كده عجبني، عايزه اوريه لكم. جبت الطقم ده، بقول للراجل عامله كام، قال لي عليها عرض ب15 جنيه بدل 20. طبعا كان في الواحده ب10 بس ساده، ما فيهاش مثلا البتاع اللي بيلمع البرونز ده اللي في النص، بس لقيت دي ب15. قلت مش هتخسر كده كده اصلا، هتنفع بعد كده. هفتحها لكم اهي. بصوا بقى، ناحيه هتسرحي بيها حواجبك، والناحيه التانية هتستخدميها بالبودر وتحطي على حواجبك على طول. فدي بصراحه كويسه، هتبقى عمليه اكتر من دي. بعد كده جبت الكونسيلر، ما كانش عندي كونسيلر فجبت كونسيلر بتاع فيت مي. بصوا حبيت، طبعا انتوا عارفين فيت مي شكله عامل ازاي، يعني عباره عن انبوبه كده وغطاها اسود ومضلعه. فطبعا بقول لها هو ايه، قالت لي ده الشكل الجديد اللي نزل اهو. طبعا الحاجات كلها كوبي مش اوريجينال يعني، فمش مش هتفرق معايا، لان المكتب ده مش همكج العرايس والكلام ده كله ليا انا. فبنحاول نلم الدنيا على قد ما نقدر يعني. بصوا فتني كونسيلر، طبعا الدرجة بتاعتي دي كانت افتح درجة، فجبت الدرجة اللي كانت مناسباني. في كده في درجات اغمق وافتح بكتير، فانت بتجيبي الدرجة اللي مناسبة ليكي. تمام. يبقى كده برضو الكونسيلر ده مهم جدا جدا في اساسيات الميك اب. بعد كده جبت عجلة الكونتور بتاعة ان برضو، لقيت ريفيوهات بتتكلم عنها كويسة، في ريفيوهات قالت مش حلوة، في ريفيوهات قالت حلوة. بس طبعا في حاجات كتير جدا جدا من الكونتور. انا جبته كريمي هو ان و4 درجات. بصوا اهي شكله عامل ازاي من جوه،
الابيض الدرجه البيضه دي درجه الكونسيلر، وده الكونتور، وده تقريبا درجتين زيه افتح شويه. الصراحه لسه يعني مش خبره قوي في الحاجات دي، يعني مش ميك اب بروفيشنال يعني، والكلام ده كله على قدي بعافيه شويه. بعد كده جبت باليت الاي شادو ديت. طبعا انا جايبه اقل حاجه باقل الامكانيات. بصوا شكلها عامل ازاي، فيها كل الدرجات اللي ممكن احتاجها في الالوان بتاعتنا. درجات الابيض والاسود والنحاسي ده ينفع قوي، درجات البنكات والكشميرات، ودرجات البنيات والجملي، وده تقريبا روج او مش عارفه بصراحه، مش عارفه ده ايه، بس ممكن استخدمه كروج، وممكن استخدمه مثلا في اي شادو برضو، او بلاشر، ممكن ينفع بلاشر كمان. شايفينها هي دي مش عارفه اسمها ايه بصراحه، هي مكتوب عليها روبي روز. بصوا شكلها ايه هي يا جماعه، جايباها البلد دي عامله 45 جنيه. في طبعا امكانيات في حاجات كتير جدا، ده في حاجات سألت عليها لقيتها ب400 و200 ومش عارفه ايه، والوان كتير جدا جدا، شادو والمط اي شادو مط والجليتر والشيمر والحاجات كلها اللي بسمع عنها دي. بس طبعا دي كانت انسب حاجه ليا، ويا رب اعرف اخلصها. بعد كده عندنا الهايلايتر. طبعا احنا معانا الفرشه بتاعته الهايلايتر اهو يا جماعه. بصوا ده اللي كان عندي، ده المتاح. بريتي وومن من بريتي وومن، فيها 4 درجات. الإضاءة ما شاء الله يعني فيها 4 درجات. طبعا هستعملها مفيش مشكلة، مش هتقول لأ يعني. والبلاشر ده هما 6 درجات بنيات وكشمير بصوا ألوانها عاملة ازاي. انا طبعا دي بقالها معايا سنة ولسه ما خلصتش ما شاء الله، بس طبعا انا مش بستعمل الميك اب على طول يعني. مش نازله مثلا اجيب حاجه من السوبر ماركت تحت او رايحه عند ماما لازم هحط الحاجه دي، لا 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 لا. فكرتي عن الميك اب دلوقتي اختلفت خالص، ما بقتش بدق قوي في الميك اب، ومن العادي بتاعي اصلا انا بحب بشرتي كده صافيه مش بحب. بصوا برضو عايزه اوريكم الفرشه دي كانت عندي برضو بستعملها للبلاشر دي، مضغوطه شويه شعرها كثيف. دي كنت جايباها ب25 جنيه من سنه، سالت عليها دلوقتي وانا بجيب الفرش اللي انا جبتها دي لقيتها ب40 جنيه واكتر كمان. فكويسه برضو، ممكن هتستعمل في البلاشر. في ممكن كنت عايزه واحده تانية معايا عشان ادمج الفاونديشن، بس مش مشكله عادي ممكن استعمل البيوتي بلندر. البيوتي بلندر يا جماعه بصوا لاي حاجه هي استهلكت، بس انا كنت ساعتها جايبه البرطمان ده كان عامل 20 جنيه. بصوا في كام فرشه، في 3 هنا 4 جوه، ودي ال5 اهي، والستة اهي، ودي الستة. طبعا اشكال اهي، دي ده شكل، وده شكل ده اللي بستعمله على طول معايا. في بقى الباقي هوريكم المنظر عامل ازاي. ديت اللي هي فيها جزء مبطط، دي تنفع قوي تحت العين، دي كويسة جدا تمام. وفي كمان اللي هي بتاعت فوق العين صغنونة خالص دي، بتنفع فوق العين قوي. وفي دي برضو ممكن حاجات الاماكن الضيقة، شكلها بصوا عامل ازاي. وفي دي شكلها برضو غريب شوية، هنا مثلا هنا، بس كلهم مش هيستعمل يعني. انا ممكن هستعمل دي مثلا، استعمل الصغنونة دي فوق العين، والمبطأ ديت مثلا ممكن تبقى تحت العين كده، او ممكن استعمل دي. ودي اساسية بقى معايا للوجه كله، للوش كله تمام. فبصراحة هي كويسة جدا. كان البرطمان ده والله كان ب20 جنيه. معرفش دلوقتي وصل كام، او اصلا في موجود دلوقتي منه الكلام ده ولا لا. بعد كده عندنا البرايمر بتاعي، بس ده مبقالوش سنة يعني، ده انا لسه جايباه من مدة قريبة قوي. بيبي سكين ده برضو البرايمر اللي بيتعمل بيتحط قبل الفاونديشن. خلي بالكم البشرة لازم تكون مترطبة كويس جدا 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 قبل ما تعملي، علشان خاطر ما تلاقيش الفاونديشن عمل معاكي تكتل. لقيتي مثلا لو بشرتك جافة وكده هتلاقيه عمل معاكي قشور، عمل معاكي خطوط، الكلام ده كله نحاول نتفاديه على قد ما نقدر. فهنعمل ايه؟ اول حاجة هنرطب.
يستحسن ان انت تعملي الروتين بتاعك اللي هو مثلا الغسول والتونر اللي انت بتستعمليه. وبعد كده او لو هتعملي سكريب للبشرة تفتيح بقى، تعملي مثلا ماسك على بشرتك، اي حاجة بس قبل الميك اب بحيث تخلي بشرتك تتنفس وانت حاطة الميك اب يمتصها، وفي نفس الوقت تظهري بلوك طبيعي كده سيمبل، ما يتلاقيش مثلا الفاونديشن عمل خط معاكي، مناخيرك شققت، الكلام ده كله. تمام. فاحنا قبل ما هنحط البرايمر او قبل ما نعمل الميك اب، اي خطوة من خطوات الميك اب، الاول هتبداي تعملي الروتين بتاعك، وبعد كده ترطبي بقى. هترطبي بايه؟ انا عندي ممكن نستعمل كريم مرطب، اي كريم مرطب بتستعمليه لبشرتك. بصوا، انا ساعتها هستعمل يا اما بنسينول، عندي بنسينول حلو قوي، او كريم كرباميد، او لو مفيش خالص كريم الحاجات دي، جل الصبار بقى. سوري جل الصبور. جل الصبور برضو حلوة قوي 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 في ترطيب بشرتك قبل الميك اب. بعد كده عندنا الفاونديشن انا بستعمل فيت مي. فيت مي ده الاوريجينال كان عامل 170 جنيه ولسه ما خلصت، يعني هو لسه خلاص اخر فاسوسه فيه. فانا لو عملت بيه ليا والماما والاختي وكده يعني خلاص، يعني هحتاج اجيب تاني. فهو فيت مي بصراحه ممتاز جدا جدا جدا، يعني حلو قوي معايا، بيعمل تغطيه كويسه جدا. بس انا مش بستعمله للمناسبات كلها، يعني مش بستعمله على طول، يعني معلش انا مش بستعمله على طول في وانا نازله وانا طالعه نزول وطلوع يعني الفيت مي دوت للمناسبات، خروجه مثلا كده يعني. انما لو هستعمل يوميا الفيتامين سي او الكريم ديسير اللي انا قلت لكم عليه قبل كده ده، انا عامله له فيديو مخصوص هسيبه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف عشان تشوفوه. فبصراحه ده فوق الروعه فوق الروعه. بس يعني كميك اب سواري والكلام ده كله، فاحتاجي حاجه اوريجينال احسن. ده كنت جايباه من على موقع امازون، كان ب100، كان ب80 جنيه والله. بس ده بقاله شهور معايا، يعني بقاله تقريبا 5 شهور، 5 شهور او 6 شهور. فممتاز ممتاز، هسيب لكم الفيديو بتاعه. نيجي بقى للبقية شغل العين. طبعا العين هتحتاج لها هما طبعا اخواتي جايبين رموش هيركبوا الرموش، فانت طبعا هتحتاجي ايلاينر. بصوا ايلاينر ده كنت جايباه ب50 جنيه، اسمه كيس بيوتي. هو عبارة عن قلم كده اهو، قلم. انا في الايلاينر مش قد كده، بس انا مش هعمل الايلاينر على العين كلها، هتبقى على اخر سحبة العين وفي اول مدمع العين مع شوية كليتر ابيض او كحل ابيض، والدنيا هتبقى تمام معايا. مش حابة ان انا اهبب عيني باسود ولا ايلاينر ولا كحل. انا وامي احنا الاتنين بنقول نفس الكلام، فهنعمل نفس الشغل تقريبا، هعمل لها نفس الشغل ليا وليها. معايا الماسكارا دي كمان من ليش برنسس، دي اللبني. دي كويسة جدا وممتازة قوي. كنت جايباها برضو، كانت عاملة ميكيني. بصوا هي لسه اكمني ما مش. بصوا شكل الفرشة عامل ازاي، شكل الفرشة معقول جدا. تمام. فكويسة جدا ومناسبة، هتنفع قوي. تمام. وروجات بقى، طبعا كل واحد حسب لون الروج اللي انت هتعمله. ممكن نوفق ان احنا نعمل مثلا من بالة الاي شادو روجات، ممكن اعمل روج من البالت بتاعه البلاشر، فمش هتفرق. ومعايا روجات برضو مختلفة، وفي درجة جمالي كمان معايا بس مش في الشنطة. تمام. فكل واحد على حسب مثلا لون الدريس اللي هو لابسه هيحط الروج اللي لايق على بشرته وعلى لون الفستان. تمام. بس كده، هو ده الاساسيات. تقريبا انا كلمتكم على كل حاجه، بس في حاجه صغيره انا نسيت اقول لكم. قبل ما تحطوا الروج لازم ترطبوا شفايفكم، يعني زي ما هترطبوا وشكم الشفايف برضو تكون مترطبه. انا كنت جايبه الصغنونه دي كانت ب15 جنيه، مش عارفه وصلت كام دلوقتي. ريحتها فراوله جميله جدا، عامله زي ملمع كده او جل حلوه قوي. على فكره مش لازم هي برضو، ممكن ترطبوا بفازلين عادي، ممكن ترطبوا بزبدة كاكاو، اي ملمع عندكم او اي مرطب تحطوه على شفايفكم قبل الروج، بحيث الروج برضو ما يشققش في الشفايف، يبقى اللوك طبيعي كده وشكله جميل. تمام كده. بس كده
كده انا كلمتكم وقلت لكم على كل الحاجات اللي عملتها او جبتها واللي حابه اتكلم فيها في الفيديو النهارده. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا مني النهارده. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو دوسوا لي لايك ليه. مع السلامه.